السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات ومتابعين في الدنيا، متابعيني حكايات اليوتيوب. أهلا وسهلا بيكم، أهلا بكل المشتركين. يا رب يا رب تكونوا بخير، وحشوني جدا جدا، بحبكم في الله. أهلا وسهلا بكل المشتركين الجداد والضيوف الجداد عندي. أهلا وسهلا، أنا غادة، نورتوني. يا رب تكونوا بخير كلكم، وبخير وصحة وعافية ورزق يا رب العالمين. وقبل ما نبدأ الفيديو اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، ادعموني. أنا غادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن معجزة مصرية بكل المقاييس. أصلها مصري، هو عبد الرحمن السيد. هو ابن مصريين، ابن لأب وأم مصريين. هو الدكتور عبد الرحمن السيد، المصري الأصل. عبد الرحمن السيد يا جماعة كلنا شفناه وأكيد تابعناه وتابعنا التصريحات بتاعته. هو لأب وأم مصريين، وده يدعو للفخر. ده يدعو للفخر. إنسان مصري ما شاء الله. وصل. طب مين عبد الرحمن السيد؟ هو مترشح لحزب الحزب الديمقراطي الأمريكي، أو مترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي. وزي ما احنا عارفين يا جماعة، أمريكا حزبين، ديمقراطي وجمهوري، وحد فيهم بيخرج يترشح لرئاسة أمريكا. يعني ممكن نشوف مصري يوصل لحكم أمريكا. ده لوحده مدعاه ان احنا نفتخر ونفتخر ببلدنا وكل حاجة. طب مين بقى عبد الرحمن السيد؟ ده عبد الرحمن السيد مرشح ولاية، مرشح لولاية أمريكية اللي هي تقريبا اسمها ميشيغان حاجة كده، يعني ما بعرفش انطقها قوي. مولود سنة 85. بيعمل في مجال الصحة العامة. مهاجر لأب وأم مصريين، مهاجرين مصريين. وكان بيعمل في الرعاية الصحية، ومصري ومسلم. وطبعا بيتهاجم جدا في أمريكا. وطبعا ما شاء الله أخذ دكتوراه من جامعة اكسفورد، واخد منحة للدكتوراه ديت. فما شاء الله واضح ان هو مركز ومتعلم وفاز عن الحزب. الراجل يعني دكتور، حصل على الدكتوراه بمنحة من امريكا. ما شاء الله مصر بتصدر الكفاءات لبره، مش بنستورد بقى كفاءات عشان تصلح. هي مصر بتصدر الكفاءات دي لبره، مش لجوه بقى عشان نحل اللي جوه، عشان اللي جوه لا، احنا بنوديهم بره. طيب لما احنا يا جماعه عندنا شباب زي الورد زي دول بيتصدروا لبره ويعيشوا بره وينجزوا عمل انجازاتهم لبره. طيب هل يا جماعه عبد الرحمن السيد اخوان؟ هل احنا شايفين يعني مثلا امريكا هتنتخب الاخوان وتطلع وتدخل حزب يعمل لرئاسة الجمهورية؟ هل هو هيبقى اخوان؟ بيتهاجم جدا جدا من الشيوخ، مش شيوخ يعني. طالع عباس شومان يرد عليه، وازاي وانت ازاي تقول على مصر ان انت الراجل بيقول انا لو كنت في مصر كان فاتي سواق تاكسي. انا لو كنت في مصر كان فاتي سواق تاكسي، كمان مش دكتور، هو دكتور اصلا. بس انا لو انا كنت في مصر زي ولاد عمتي كده بيشتغلوا سواقين تاكسي. طبعا يعني ايه، طلع بقى الناس كلها يقول لك لا ده اخوان، وازاي وازاي. يعني هو ما شاء الله شاب ومتعلم. يعني ما هو انا مش هتجنن لوحدي. اخواني ازاي يعني بقى في امريكا؟ وانتوا كده بتعملوا دعاية للاخوان، بتعملوا دعاية للإخوان المسلمين. يعني انتوا بتقولوا الإخوان المسلمين إرهابيين، تمام. طيب عبد الرحمن ده يبقى إخوان إزاي؟ هو في أمريكا وعايش في أمريكا والناس انتخبته. يعني الناس بتنتخب الإخوان وبتوصلهم لحاجة يبقى رئيس جمهورية وهو أصلا إرهابي. يعني هو إزاي إرهابي وإزاي وصل للمرحلة دي أو للمكانة دي؟ هو ما شاء الله في مكانة عالية.
فازاي هو بقى اخوان؟ انا مش فاهمه دي، انا مش فاهمه دي. هل انت مثلا طالع بتعمل دعايه للاخوان المسلمين، فبتقول ده هو اخوه؟ طب ما هو كده الناس هتحب الاخوان المسلمين، هتقولك ما شاء الله ده يعني الامريكان بيوصلوهم لمكان عاليه، يعني اللي هو ازاي. وبعدين كمان هو ضد الاباده في غزه. عبد الرحمن السيد ضد الإبادة اللي بتحصل في غزة، وضد إسرائيل، وضد الفلوس اللي بيودوها إسرائيل، أو المنحة الأمريكية لإسرائيل. طيب أحمد موسى طلع علينا قال إن نتنياهو هو مرشد الإخوان. طب إزاي يعني؟ طب إزاي ده يبقى إخوان يعني؟ برضو اديني عقلك. ما هو برضو أنا مانيش فاهمة هو إزاي يبقى إخوان، وازاي هو ضد اسرائيل، وازاي الاخوان مرشدهم نتنياهو، وازاي ده ضد اسرائيل. أنا مش فاهمه، وفي حد بيكذب يعني. هل يعقل؟ هل الاخوان بهذه القوه؟ وهل كل الناس اخوان؟ احنا كلنا اخوان؟ هل كل الشعب المصري اخوان مسلمين؟ هل كل اللي يطلع ويقول لا هو ده اخوان مسلمين؟ ولا ده ممكن يكون يعني شعب عادي بيتكلم، ناس عادية جدا بتتكلم؟ هل ممكن يعني مصري مسلم يوصل لحكم أمريكا؟ هل يعني طلع علينا رئيس ترامب بيهاجم عبد الرحمن، مسميه عبد الله، طالع يهاجمه ويقول ان هو من اصل ده، يعني ده طلع قانون للمهاجرين مخصوص عشان عبد الرحمن. طالع في هجوم شديد. وبعدين بنفاجئ برضو ان في ناس زي حسام الغامري مثلا بيهاجم عبد الرحمن، بيقول لك عبد الرحمن يذرف دموع التماسيح على مصر، رغم ان هو احد الموقعين على بيان الاعلان الدستوري اللي عمله دكتور مرسي الله يرحمه، الاعلان الديكتاتوري. هو اصلا مش عايش في مصر يعني، حتى طالعين نكذب الراجل او نقول له حاجات هي مش موجوده فيه اصلا. هو مستحيل يكون اخوان يا جماعه، مش كل الناس اخوان. يعني انتوا حسستوني ان كل العالم اخوان. ازاي يعني يا حسام يا غامري هيوقع على اعلان دستوري وهو اصلا مش عايش؟ الولد ما يعرفش حاجه عن مصر اصلا، هو مش مولود في مصر اصلا. يعني هو ازاي وقع على الاعلان الدستوري وهو اخوان وهو قاعد في امريكا؟ طيب هل كل البشر اخوان؟ هل المصريين بالسذاجة ان احنا نصدق ان شخصية طبيب مصري مدعاه للفخر ان احنا نفتخر بيه، هل هو اخوان؟ لو هو اخوان وبالفخر ده يعني نحب الاخوان بقى. يعني انت طالع انت تشجعنا على محبتهم، مش يعني هو اخوان ولا مش اخوان بقى دلوقتي؟ عشان انا تهت دلوقتي منك، والله تهت منك. هو الوقت ايه بقى؟ انا مين دلوقتي؟ يعني عبد الرحمن بيهاجم إسرائيل، في نفس الوقت تقول لي نتنياهو مرشد الإخوان. مين رايح فين؟ مين رايح فين بجد؟